جماعة الخير، ترى الكلام اللي بقوله الحين كلام مني، من داخلي، نابع مني. أنا قاعدة رتبت أفكاري، يعني في كلمة قصيرة بقولها لكم الحين. أوكي جماعة، أنا أمس تكلمت في موضوع الداعمين وأنهم احتمال يكونوا من الإدارة، وأنا ما أعلم الغيب ولا أني جازمة ولا أني متأكدة، يعني لا سابقا ولا الحين أنهم من الإدارة. أنا بس أسمع كلام الناس، وكل اللي قلته أمس كان يعني لحظة غضب. والشركة تواصلت معي، أوكي، قالت ما في صحة من الكلام اللي أنت قاعدة تقولينه يا الجوهرة أبدا، وأن الداعمين مستقلين بأنفسهم ولا أن دخل فيهم أبدا، وأنا أعتذر لهم لأني أنا إنسانة صراحة أصدق الشركة. أوكي، والداعمين قايد الخيل والزعيم، مع أن قايد الخيل وجماعة الخير محرض يعني على قذفي، وهو ما يرضى لو أخته تبث إن في داعم يقول اغزوا اهجموا سووا افعلوا، بس إني يمكن فهمني غلط. والزعيم يوم قلت إنهم يعني مصدر دخلهم أو شيء، يمكن يفهموني غلط، يستفسرون من مصادر أموالهم. أنا ما أقصد إني أتهم مصدر أموالهم إنه غير قانوني أبداً. إذا هم فهموا إني أقول مصدر أموالهم غير قانوني أو إني أشكك فيه، فأنا أعتذر. الله يستر علي وعليهم، ولا أعرفهم شخصياً ولا قصدي أبداً إني أثير شكوك، خير شر. فاهمين شلون؟ أبد. والكلام كل اللي قلته أمس، كل الكلام اللي قلته أمس كان من ضغط نفسي. أنا إنسانة أبث، ولا قصدي إني أثير شبهات ولا شيء. أبث، أبي الوناسة، أبي الضحك، أبي السوالف، ما أبي أثير شبهات ولا أبي أثير فتن. وبالعكس يعني أنا ما أبي أحد يزعل مني ولا أبي أحد يزعل على أحد. وأنتم عارفين محتوى الجوهرة وشو بثها وكيف بثها، ولا اللي في المشاكل أبدا، خير شر. فاهمين؟ لا والله العظيم يا جماعة الخير، أنا كاتبة طبعا الاعتذار مش يم الكبار، وإذا قلت أنا أعتذر الإدارة تواصل معي قالوا إحنا هذا الكلام أبدا ما في أي صحة، وإذا هم فهموني بهذا المقصد الداعمين فأنا أعتذر لهم. فاهمين؟ وكل اللي قلته حاليا وكل اللي بدر مني حاليا قلت لكم كلام مني ومن خاطري، لكن أنا إنسانة دائما وأبدا أحب إني أرتب أفكاري، وأحب إني إذا بقلت شيء حطه في شيء عشان لا أزيد ولا أنقص. شو أخباركم؟ شو أموركم؟ شو مسوين؟ والله يهدي الجميع ويوفق الجميع ويصلح الحال ويزينها بإذن الله. يعني شو أموركم؟ شو مسوين؟